بمدح في أول كلامي أحمد شفيع البرايا، بمدح في أول كلامي أحمد شفيع البرايا. يا من استحل العمامي، يا من استحل العمامي، وعكد على أرض رايا، وعكد على أرض رايا. أنا بوحد الخلق الناس، خلق مثل مين ونصارى، وأنا بوحد الخلق الناس، خلق مثل مين ونصارى، وناس نايمة على فرش وكناس، وناس على المعايش حيران. أول كلامي هصلي علينا غدانا مشاكل، أول كلامي هصلي علينا غدانا مشاكل، واحكي له عاللي حصلي وانا همومي مشاكل. ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي، عيني ليلي يا ليلي يا ليلي، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي، عيني ليلي يا ليلي يا ليلي. اللي قبلنا سلموا واحنا ما سلمنا. اسمعوا يا سامعين، احنا سلمنا القرآن والحديث وكلام التابعين. ورابعا ياشي كلامنا وكلامنا عن صاحب السيرة أيوب ورفيقته وبنت عمه نعسم والشعور، كانوا عايشين تحت سما كفر من كفور الدنيا، شمالها يحضن البحر ويمينها يحضن النيل. الدلتا هبك المكان، الريف المصري الأصل الأصيل. في الفجرية السما تدمع، ينزل الندى على الزرع وشوش الرجال، وياتي الليل يترمي عليها عباية سودة تدوي فيها النجوم، وسطيهم القمر ينعكس نوره على وشوش البنات، والجسم ممشوق والشعر مفروض، وشمس راقعة في جبينها، وقمر راقد على راسها بيصلي. وأيوب خيرة شباب القصر، نعيم مفروض زي النخل، ثماره من ثمار النيل، زي مية النيل المخلوطة بمية البحر. وعيونه زي كهوف الجبل، ودراعاته بطول النجمة من قلب السماء، وشعره ليل غاطس في صحراء، ومشيته طير بيدلل بجناحاته في الفضاء. هم في الأصل ولاد عم، من صغرهم خبط الهوى على باب قلبهم، خبطة واثنين وثلاثة.